ان جوزي بيقصقص صوابع جوزي حلم ان هو بيقصقص صوابع ابني الصغير. بيقصقص ايه؟ صوابع ابني الصغير. صوابع رجليه ولا صوابع رجله لا، هو؟ صوابع ايديه. ايد ابنك؟ اه. ماشي. ماشي حبيبتي، ايه معاك. تاني يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي تسلمي، ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحه. ربنا يخلي لك ولادك يا رحاب. اسمعيني من التلفزيون. اللهم صل على الرسول. قلنا 100 مره، لسه كنا بنتكلم يا جماعه عن التعابين، وقلنا التعابين ما بتجيش غير في البيوت، وكلامي هو صدق. بس التعبان سالتها لو في بيتها القديم يبقى على طول هي تفسر لنفسها، مش محتاجه تفسير، تعرف ان جيرانها القدام. انما لو في شقتها كانت تبقى قايمه على بيتها والناس اللي عايشين في الشقه. قلنا لو كان صغير يبقى ابنها، كبير هيبقى مشاكل مع جوزها. مش معنى ان جوزها بشبهه بالتعبان، قلنا 100 مره، لا، هو رمز في الاحلام. مادام جه في شقتها، مين هيخش بيتها؟ التعبان راجل، مين هيخش؟ الا بقى لما بتيجي حيه بيبقى ليها تفسير تاني جدا جدا، والحيه ما بتجيش كده، بتيجي مثلا وهي بتخبز في سطح، بتيجي في بيت عيله، ليها مواصفات تانيه. انما التعبان قلنا بيجي في البيوت. طيب في بيت القديم وفي بركه والكلام ده، معنى الكلام ده كله يا جماعه ان في ضغينه مع جيرانها القدام. سالتها البيت القديم ولا الجديد؟ قالت القديم. يعني في لسه في ضغينه، او هي شايله منهم، او في حد كان مضايقها في البيت، كان في زعل، وفي طبعا يا رحاب. طبعا يا حبيبتي، ما دام اذا كان اهو التعبان وبيضحك لك، يعني اذا قلت بيغيظك اهو، ما دام التعبان بيضحك لك يعني حد كان متضايق منك وانت مشيتي، بس لغايه دلوقتي لسه الزعل والموضوع قائم. نيجي بقى لقص الصوابع. القص الصوابع ديت الطفل من ابوه، وما دام قص الصوابع يا حبيبتي، يا ريت الصوابع دي معناها الخمسه، ويا ريت يبقى في التزام في الصلاه. ما هي الصوابع ديت يعني الخمس صوابع. انا ما فهمتش منك كانت ايديه ولا رجليه، بس لو ايديه واتقصوا يبقى نقص في الصلاه. فان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله، اذا كان في نقص في الصلاه فان شاء الله باذن الله يحاول، واحنا في ايام مفترجه باذن الله، وربنا ان شاء الله يكون لكم دعاء مستجاب، وربنا يصلح لك الحال يا رب.